اهلا بكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الجوزاء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجوزاء، انا شايف ان في حد ممكن يكون عايز يبادر بالصلح، في حد عايز يعتذر، ممكن في حد عايز يكتب رسالة او يتواصل معاكم، بس زي ما يكون خايف من ردة فعلكم. ممكن يكون متردد، ممكن يكون بيبقى عايز يكتب الرسالة أو بيكون خلاص عايز يتصل بيكم وبيرجع في كلامه في آخر لحظة. ممكن يكون عنده مخاوف، ممكن يكون قلقان، ممكن يكون متوتر. أنا شايف إن الشخص ده زي ما يكون عايز يصالحكم، عايز يعتذر، عايز إن انتوا تدوله فرصة تانية إن هو يحل المشاكل أو إن هو ينهي الخلاف ده أو البعد اللي ما بينكم. ممكن يكون مش شرط الانفصال ده يكون بعد، ممكن يكون في برود في العلاقة، ممكن يكون في حد عايز إن هو يبادر بالاهتمام. ممكن يكون الشخص ده كان بيمر بمشاكل وضغوطات في الفترة اللي فاتت وما كانش بيهتم بيكوا زي الأول، وانتوا حاسين إن زي ما يكون إن في حد تاني في حياته، أو ممكن يكون حسيتوا إن انتوا مش أولوية في حياة الشخص ده، أو مش بيحبكم زي ما انتوا ما بتحبوه. لكن الشخص ده جه في الوقت اللي هو عايز يعوضكم فيه، سواء كان البعد ينهيه ويبقى فيه تواصل ما بينكم من جديد، أو إن هو يعوض الإهمال أو البرود اللي كان موجود في العلاقة دي. بس أنا زي ما قلت لكم، هو في حاجات كتير قلقاه، هو ممكن يكون خايف متردد، ممكن يكون في تصرف صدر منه يكون مش كويس وهو ندمان على التصرف ده أو ندمان على البعد ده. ممكن يكون في حاجات اتقالت وقت غضب والشخص ده ممكن يكون ندمان عليها. ممكن يكون شك أو غيرة أو حاجة معينة. أنا شايف إن الشخص ده زي ما يكون مكتئب أو حزين وهو بعيد، أو زي ما يكون مهموم أو حاسس إن هو لوحده، أو حاسس إن زي ما يكون في أفكار سلبية كتيرة جدا زي ما يكون ممشياه أو متحكمة فيه أو في حياته. بس انتوا محتاجين ان انتوا تبصوا للأمور بطريقة مختلفة، وتحاولوا ان انتوا تبصوا لبكرة بطريقة إيجابية، ويكون عندكم تفاؤل ان بكرة هيكون أفضل، ويكون عندكم إيمان، ويكون عندكم ثقة كبيرة في ربنا. لأن أنا شايف ان الموضوع مؤثر عليكم وانتوا الاتنين. انتوا الاتنين تعبانين، ممكن يكون انتوا الاتنين نفسيتكم تعبانة ومرهقين وندمانين أو زعلانين عن البعد ده أو عن البرود اللي موجود في العلاقة. ممكن يكون ما بتعرفوش تناموا، ممكن يكون لما بتناموا بيجيلكم كوابيس او بتحسوا ان انتوا مخنوقين. ممكن يكونوا انتوا الاتنين زعلانين ان انتوا مش بتتكلموا مع بعض، وزي ما يكون في اشتياق قوي جدا ما بينكم ومش عارفين ازاي تتواصلوا مع بعض، وزي ما يكون كل واحد منتظر التاني ان هو يبادر. بس انا شايف ان الخوف والقلق والشكوك اللي جواكم دي هي اللي بتعطل ان انتوا تتواصلوا مع بعض، هي دي اللي بتخليكم مترددين، هي دي اللي بتخليكم خايفين، بتخليكم مش عارفين ردة فعل الشخص اللي قدامي لما انا هبادر او هبعت رسالة. هل هيرد او هل هيتجاهلني مثلا ومش هيرد عليا، او ممكن يكون انا لما ابعت الرسالة كأنه ما شافهاش، او ممكن يكون يشوفها وما يكونش في رد. انا شايف ان انتوا حاولوا ان انتوا تبصوا على الامور الايجابية في حياتكم، حاولوا ان انتوا يبقى عندكم هدف، حاولوا ان انتوا تعرفوا ان انتوا عايزين ايه. بلاش النظرة التشاؤمية اللي انتوا ممكن تكونوا بتبصوا بيها للامور. حاولوا ان انتوا تكونوا نظرتكم نظرة ايجابية للحياة، نظرة فيها ايمان، فيها تفاؤل، فيها ثقة بالنفس. حاولوا ان انتوا تدعوا كتير وتقربوا لربنا وما تقلقوش، لان مفيش مشاكل بتفضل طول العمر. كل حاجة بتبقى ليها وقت وبتنتهي، فإن كان في مشكلة، في خلاف، في برود، أنا شايف إن كل ده هينتهي. وكل ما في الأمر انتوا محتاجين إن انتوا تدعوا كتير وتثقوا بربنا إن اللي جاي هيكون أفضل، والتعب والألم اللي انتوا بتمروا والألم اللي انتوا ممكن تكونوا بتمروا بيه في الوقت الحالي هينتهي. زي ما قلتلكم، انت عندكم نجاح وعندكم فرحة، ممكن يكون اللي انتوا بتتمنوه أو اللي انتوا بتدعوا ربنا عليه أنا شايف إن هو هيتحقق. يعني ربنا هيحقق لكم أو هيرزقكم، هيحققه لكم أو هيرزقكم بيه. وزي ما بقول لكم خليكم متفائلين واستبشروا خير، لان انا شايف ان العلاقة دي هترجع من تاني وهتبقى احسن من الاول، وهيبقى في نجاح في العلاقة دي، وهتقدروا ان انتوا تعبروا بشغف عن مشاعركم.
لبعض وهتلوموا بعض، وهيبقى في عتاب ما بينكم انتوا الاتنين، وبكل ود هتقدروا ان انتوا تحلوا المشاكل دي وتتعلموا منها عشان ما تكررهاش بعد كده تاني. لكن انا شايف ان مفيش اي داعي ان انتوا زي ما تكونوا متألمين او قلوبكم تكون متألمة او تعبانة. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تتخلصوا من المشاعر السلبية دي عشان تدوا فرصة للابواب الحلوة او الابواب الخير ان هي تتفتح ليكم. واي حاجة ممكن تكون حصلت في الماضي، سواء كانت الفاظ غلط صدرت من شخص او اي حد قال حاجة غلط، او ممكن تكون تصرفات غير لائقة حصلت، او ممكن يكون سوء فهم، او حد حاول ان هو يوقع ما بينكم، على حسب كل واحد والمشكلة اللي حصلت ما بينكم. انا شايف ان انتوا محتاجين تسيبوا كل ده ورا ظهركم، وما تفكروش في الموضوع ده، وتبتدوا مع بعض صفحة جديدة. لكن انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تبصوا للامور بنظرة تانية خالص غير اللي انتوا باصين لها بيه. مش لازم تبقوا خايفين، مش لازم تكتئبوا، مش لازم تحسوا ان العلاقة خلاص انتهت، او ممكن تكون مش هترجع تاني زي الاول. بس انا شايف ان هيكون في بداية جديدة حلوة جدا، وفي حاجة انتوا بتتمنوها هتتحقق، والعلاقة هترجع احسن من الاول، لان انتوا الاتنين ما تقدروش ان انتوا تبعدوا عن بعض. شايف ان الشخص ده بيحبكم جدا وما يقدرش ان هو يستغنى عنكم. انا شايف ان هيبقى في رجوع، ما تقلقوش، ويبقى في خير كبير هيدخل حياتكم، فاستبشروا خير. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.